هقولك على شبح بيخسرك أهم فرص في حياتك. بلورة الأمان. في ناس عايشة عمرها كله في البلورة دي. مش مهم أفوت على نفسي فرصة شغل حلوة أو علاقات ممكن تنفعني قدام، المهم إن أحمي نفسي من الشبح الأكبر في حياتي، الخوف من الرفض بيسجنهم بعيد عن أي حاجة بره دايرة الأمان بتاعتهم. الناس دي بتكون حساسة جدا وبعيدة كل البعد عن التطفل، وعمرهم ما هيتدخلوا جوه حياة حد إلا لو هو اللي طلب منهم، ومستحيل تلاقيهم بيبادروا في علاقات أو أي حاجة. دايما مستنيين الراية البيضاء من اللي قدامهم عشان يتأكدوا إنه متقبلهم فيبدأوا يتعاملوا معاه، وبيبقوا محتاجين الفرص تجيلهم على طبق من ذهب عشان يستغلوها. ملهمش في المشاكل ولا الدوشة، وممكن ما تحسش بوجودهم في المكان أصلا. ملهمش في الاجتماعيات قوي، ودايما حاسين إن ما عندهمش المهارات الكافية اللي تخليهم يدخلوا علاقات. بس الحقيقة إن دول أكتر ناس مريحين في التعامل. لما قريت في علم النفس لقيت إن الاضطراب ده اسمه اضطراب الشخصية التجنبية، ودول بقى مشاكلهم مش مع الناس خالص، بالعكس تماما، مشاكلهم مع نفسهم، إنهم ما بيجازفوش ولا بيبادروا، فبيضيعوا على نفسهم حاجات حلوة قوي هم يستحقوها. فلو انت حاسس ان انت الشخص ده، حاول تكسر حاجز الخوف وتتقبل الرفض. ولو معرفتش، روح لمختص يساعدك، وحط نفسك اول اولوياتك وقول يلا نفسي.